ايش تقدر تاكل في جدة ب3 ريال بس؟ الساعة 4 العصر وخارجين نبحث عن أفضل بطاطس مسحب في جدة. صاحب هذا الكومنت بيقول جربوا ملك البطاطس في حي الصفا رقم 1، أراهن عليه ورخيص. 25 دقيقة عشان نوصل للموقع. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من. وصلنا الموقع بسم الله. هذا المكان اللي الكل اتفق عليه، أسعاره تبدأ من 3 ريال بس. الحلو عندهم انك انت بتحط الصوصات بنفسك فوق البطاطس. وهذا الكاتشب يا سلام، بنضيف شطة ونديها شوية ثوم. ترى انا مجنون ميكسات مرة، مو أكتر مني. عمر ترى سعر هذا الكيس ب3 ريال بس، شوية كوكتيل ما نكثر. وبكذا الكيس صار جاهز. اخذنا الطلب ورحنا لأقرب حديقة عشان ناكل على راحتنا. وهذه الفرشة فرشناها بسم الله. والله رجعت دكات الصباح ونكون نفطر يا عيال. طبعا طلبنا سندويش مسحب انا وسلمان وكيسين بطاطس. غالبا المسحب بيشبه المقطع حق عم زكي. انت متخيل انه هذا سندويش ب3 ريال بس يا سلمان؟ والله سعر ولا في الخيال. بسم الله. ادينا رايك يا عيال. ورب رهيب، نفس لون المسحب اللي صورناه في فيديو السابق. دوق 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 يا سلمان دوق. اللي اقترح لنا هذا المكان والله انه يفهم. انا اول مره اشوف يضيفوا مع المسحب جبنه شيدر، اضافه جميله صراحه. فعلا ادى الطعم مره حلو. طبعا اخذنا من عندهم كيس بطاطس ب3 ريال بس. كذا تسوي كذا، تبغى تكسها يا حبيبي. تقلب يمين يسار وتقطع باسنانك زي كذا. يا لطيف والله المكسات مبدئيا يفوز. اذا انت من عشاق بطاطس في الكيس اكتب في الكومنت. شوف سلمان، اذا ما طلبت جي من عندهم واذا ما مكسته كذا فانت ما تفهم. لازم شيء يبرد بعد بطاطس. وبرضه تخيل انه هذا 3 ريال بس. وبكذا شكرا على اقتراحاتكم الجميله اللي كانت في الفيديوهات، وانتظرونا في السلاسل الجايه ان شاء الله. وفي زر في اليمين لا تنسى تضيفنا.